دائما خلوا ثقتكم بالله سبحانه وتعالى كلش عالي. كل مكان بالعالم عنده قصة، لكن قصة هذا المكان مختلفة تماما. اهلا وسهلا بكم بقناة مؤمل خالد. انا حاليا في مدينة مشهد شمال شرق ايران، واحدة من اهم المدن الدينية للمسلمين الشيعة في العالم. اجيت لهنا حتى اوثقها بطريقة بسيطة وتكون انطلاقتي بالمحتوى الوثائقي. ووصل لي هذا، برأيكم هذا البوكس مال شنو؟ بس الصدمة وصلني درع 100,000 لهنا، تتخيلون؟ وصلني وانا بمدينة مشهد، هذا تقدير لجهدي وتعبي. راح نكتشف شوي من هاي المدينة بطريقة عفوية حتى نعرف شنو المميز بيها، وراح نبدأ من هنا. أنا حاليا في مطار بغداد، متوجه إلى مطار مشهد إن شاء الله. وبعد طيران استغرق 2.5 ساعة وصلنا مطار مشهد، ووصلنا للفندق اللي موجود بشارع اسمه شارع إمام رضا. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. من قلب إيران. مبدئيا أنا قعدت في هوتيل درويش، واحد من أفضل الفنادق اللي موجودة في مدينة مشهد. طبعا أنا جاي لهاي المدينة كثير، بس سبحان الله كل ما أدخلها أحس براحة نفسية وما أعرف ليش. وباليوم الثاني طلعنا بجولة بسيطة داخل مدينة مشهد. الجولة غرضها استكشاف المدينة. الله، أهلا وسهلا، نورتوا قناة مؤمل خالد. جيت المشهد برحلة استكشافية حتى أشوف أجواءها، الأماكن التراثية التاريخية، من أجمل المدن اللي زرتها في حياتي بكل صراحة. اسمي تشي حسن، أقدم لكم حج حسن، سائق التاكسي اللي راح يفررنا بعض مناطق مشهد، وهذا رقمه. حاليا راح أشوفكم أشهر الأكلات الإيرانية اللي موجودة في مشهد المقدسة. طبعا مشهد هي ثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران، وقريبة من الحدود مع أفغانستان وتركمانستان. عدد سكانها يتجاوز 3 ملايين نسمة فقط، وهي تعتبر أهم مدينة دينية في إيران بصراحة. يعني يزوروها عشرات الملايين من الزوار والحجاج سنويا من مختلف الدول الإسلامية. وحاليا أنا وصلت لأفضل المطاعم في مشهد اللي اسمه ماهستان في منطقة هفتتير. فتعالوا خلينا ندخل ونجرب الأكل الإيراني داخل. طبعا أنا أردت أقول الأكل الأفغاني بس الله ستار. موجود؟ طاولة؟ يلا هنا، يلا خلينا نقعد هنا. طبعا بصراحة المكان نظيف ولطيف وبنفس الوقت راقي، وعلى قد الوعد قلت لكم أجرب أشهر أكلة موجودة في إيران اللي هي الماهيتشي. هاي الأكلة ببغداد وكنت أنا أريد أجربها، يعني تقريبا تشبه القوزي يمني. بسم الله. واو ما شاء الله، الله، عالم آخر، عالم ثاني. بعد كل ما أجي لإيران لطهران آكل هاي الأكلة. سلام حجوة. باركي ملات وجاي. باركي ملت هي أشهر متنزه موجود في مشهد. باركي ملات زياد سات يعني 100 تومان، يعني 1000 دينار عراقي. سات ليتس جو، يلا. في أقصى شمال شرق إيران تقع مشهد، المدينة اللي يقصدها ملايين الزوار كل عام. مدينة تجمع بين القداسة والتاريخ والتجارة،
وتحولت من بلدة صغيرة قبل أكثر من 1000 عام إلى واحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط. فيديو يوتيوب فلوج for people. وبعدها وصلت لسوق شعبي يعتبر الأشهر والأكبر في إيران. هذا السوق اللي خلفي اسمه بازار إمام رضا. هذا البازار أو السوق الشعبي هو واحد من أشهر الأسواق الشعبية في مدينة مشهد، وغالبا يشتهر بالزعفران والسجاد والهدايا. يلا تعالوا خلينا نكتشف أنا وياكم. وحتى أكون صريح وياكم لكل العالم اللي يشوفوني من العراق أو من خارج العراق، إحنا بالعراق عندنا عادة اللي يسافر لإيران أو المدن الدينية إذا يرجع وما جايب وياه صوغة اللي هي الهدية وبالخصوص فضة، فهذا إنسان ما نعتبره مسافر ولا نعتبره من الأصول. لذلك هذا البازار عايش على المسافرين، بحيث كل مسافر يجي ياخذ الأولاد أو العائلته ويروح، وبالخصوص فضة أو زعفران. غالبا هو يعتبر من أكثر الأسواق الشعبية اللي تبيع فضة أو يصيغون فضة. الصواغة هنا موجودة بكثرة، تقريبا بحدود 1000 صائغ فضة موجود بهذا البازار. ويعني تقريبا هذا السوق يغطي إيران كلها بالفضة، في كل أنحاء إيران إذا واحد يريد يشتري فضة يجي لهذا السوق حتى يشتري. نشابور يعني الصياغة نشابورية؟ سياق إيرانية فضة مادة الزحف. هاي الحجر اللي جاي تشوفوها مكتوبة بيها كل الآيات القرآنية داخلها، يعني تعتبر أصغر قرآن بالعالم. فاهميني؟ أصغر قرآن بالعالم مكتوب بهاي الحجرة. حجرة من نوع شنو؟ يمانية. حجرة يمانية. تفصيل. شوفوا هسه جاي تشوفون انتو بالمجهر. شوفوا الآيات القرآنية حاليا جاي تشوفوها بالمجهر. هاي كل هالصفحات المربعة هي الآيات القرآنية مكتوبة داخل هاي الحجرة. هاي كل الآيات القرآنية مكتوبة داخلها. ما شاء الله ما شاء الله. ايش قد سعرها؟ بالتومان 15 مليون. 15 مليون تومان. يعني $100. 100 $. هذا الحجرة شنو نوعه؟ حجر داخل إيران مدينة زيادة، مثلا دمقاني، كرماني، نشابور. هاي فضة نشابوري. لا حجر فيروز رضوي. كل العراقيين يقولوا رضوي، واللي قد إيراني نشابور. نشابور. نعم. وهذا الحجر الأزرق هو من مدينة نيشابور. نيشابور تبعد عن مشهد تقريبا ساعتين أو ساعة ونص. أغلب الأحجار هذه اللي تشوفوها اللي احنا نسميها في بغداد بالعراق حجرة رضوية فيروزية، لكن هي أصلها من نيشابور. احنا المفروض نسميها حجرة رضوي نيشابور. هذا هم مشهورين به الإيرانيين، الحجر الأزرق اللي يكون بدمارات لون جوزي. فهذا إحدى الأشياء اللطيفة وأنا أخذت منها. فأنصحكم لما تجون لهذا البازار تاخذون من هذا الحجر، يعتبر من أفضل وأحلى الأحجار اللي ممكن تلبسها. وهسه خلوني أشوفكم المتنزه اللي عاملت أبو التاكسي عليه بارك ملت اللي أخذني ب1000 دينار. ما عندكم نية تشوفوها؟ يلا تعالوا خلينا نشوفها. حدائق متنزهات موجودة في هاي المنطقة، بارك ملت يسموها. راح ندخل جوا وافتح الدرع مال اليوتيوب. بأغلب مدن إيران راح تشوف الحجاب يكون بهالطريقة، وبصراحة حسب علمي أعتقد يشوفونه هو هذا الحجاب الصحيح، يعني من وجهة نظر البنات عندهم. أكثر شي فاجاني هاي اللعبة، شلون إنه عندهم واهس الكبار بالعمر يلعبوها ومستانسين.
موجودة حاليا عندهم ماراثون الرياضة يسموه. دائما تشوف الإيرانيين يعمرون، صح؟ كل الإيرانيين إذا هسه تتذكرهم شايفهم بالواقع وشايفهم بالتلفزيون وشايفهم باليوتيوب، تشوفهم دائما كبار بالعمر يعمرون لأعمار طويلة وكبيرة. هسه عرفت السبب صح؟ بدون ما أقول لك السبب. طب بعيني، هاي بزونة إيرانية، أقدم لكم البزونة الإيرانية. راح أقدم لها لحم. تعي 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 تعي. يلا بالعافية. هاي بعمرش ما ماكلتها هاي الوجبة. ألف عافية. هنا أموري. صحي صاحباتي صديقاتك، صحيهم هناك بالناك، لا تصيرين طماعة. روحي صحيين وتعالي. لازم احكي فارسي. بيا شو ما قلتي لي شكرا؟ قولي ميرسي. ميرسي. حاليا جاي ابحث على الغراب العطشان، ارد احاكي. والله مكان رهيب، مكان بحياتي ما شايفيك. الخضار مغطي المكان كله، مغطي الحديقة. يعني هذا الخضار احنا لو موجود شنو يذكر عليه؟ يس، ما شايفين انه واحد جاي يصور يوتيوب. شو اخبارك خوبي؟ شتوري؟ خوبي سلامت. ان جاء قميصك وجاي. خيلي خوبه، خيلي قشنقي، خيلي قشنق. خيلي ممنون. فرح قلت له قميصك حلو خيلي قشنق. كي افطار. انا ما اريد احبه. هاي قبل اتزوج. لا مو تقليدي، اعرفها مثلا احكي وياها. ماشي. اكشن خوب. يوتيوب بغداد. Lonely as it gets. Lost in wandering in my head. I was asleep. وهي كانت آخر النشاطات باليوم الثاني. أنا حالياً في منطقة يسموها في مدينة مشهد كوسنجي. هاي المنطقة عمرها ما يقارب من 70 إلى 80 سنة. تعتبر متنزه للكبار بالعمر. هاي الحديقة تعتبر من أشهر وأقدم الحدائق بمدينة مشهد، واسمها بالفارسي يعني الجبل الحجري، كونها بيها جبلين صخريين كبار مطلين على المدينة. كمية الحدائق اللي شفتها حاليا خلال يومين بمشهد أكثر من حدائق العراق كله. الفارسيين يحبون الخضار، يحبون الأشجار، يحبون الأماكن اللي متروسة عبارة عن ورد، يحبون الخضار. مو مثلنا احنا، ما عندنا اهتمام بالبيئة، ما عندنا اهتمام بالخضار بصراحة، أقولها بكل صراحة. هاي ما تعتبر انتقاص من بلدي، لكن هذا واقعنا وهي حقيقتنا. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذا التنظيم، هاي الحدائق يصير لك واحد حتى تمتحن بيها، يصير لك واحد حتى تدرس بيها، تمنتج، تشتغل. تلاحظهم شيابهم دائما عندهم روح حلوة ولطيفة، ما عندهم هذا التعصب اللي موجود في العالم.
تشاهدهم دائما يحبون الحياة عكس ما مصورهم الإعلام ومهمشهم. دائما تشوفهم مرتاحين متونسين رغم الظروف، رغم الألم اللي جاي يعيشوه، رغم الحرب. تشوفهم طبيعي عندهم، ولا كأنه أي اقتصاد، أي ضرائب، أي مشاكل تصير وياهم هم غير مبالين للموضوع. وهذا المكان الجديد الثاني في مدينة مشهد هم مغطى بالخضار اسمه بستان الغدير، يعتبر من أشهر وأقدم الأماكن اللي موجودة داخل المشهد. بصراحة خل أكون واقع وصريح وياكم، هاي الأماكن اللي موجودة هنا بيها روحية تخليك أنت مرتاح نفسيا. شلون؟ شنو الطريقة؟ شنو السبب؟ ما أعرف، لكن أنا لما أجي هيجي أماكن مملوءة بالخضار عبارة عن نفس طيب، روح حلوة، مكان مرتب ونظيف، تخليني أشعر بالراحة، أتونس. نقدر نقول إحنا بلهجتنا العراقية أتونس كلش هواية. يور خو إيراني. نعم. سشينا. بغداد، عراق. معرفتك كوف؟ أمير. أنا مترجم عربي لكن مو بلدي فصيح. فقط فصيح. يا أم محمد هي مترجمة. إذا شخص تحكي عربي بلدي أنا مو جواب. تقول أني الشخص اللي يسولف بالجلفي بالعامية أنا ما جاوبه لأن ما أفهم عليه، بس اللي يحكي بالفصحى. صحيح. شلون فهمت علي؟ أنا لو أنتي؟ مهيار موجود على الآخر؟ نعم مهيار موجود. مهيار لا معرفت. تعبتي؟ هيجي نفس الصوت في جبل. انهد حيلك ها؟ طبعا. هذا المكان اللي خلفي يعتبر ضريح ومتحف للقائد الشهير الإيراني نادر شاه أفشار، اللي أسس الدولة الأفشارية، وكان معروف بقوته العسكرية وحروبه، حتى يسموه أحيانا نابليون الشرق. التمثال نفسه مميز جدا لأن نادر شاه ظاهر فوق حصان وحوله جنود. نادر شاه ولد بعائلة فقيرة وصار من أقوى الحكام اللي مروا بتاريخ إيران، وصل حتى للهند. اللي وراي جاي تشوفوه هو واحد من أكثر الحكام رعبا بتاريخ المنطقة، نادر شاه أفشار. هذا الحاكم غزا الهند ورجع بكنوز ضخمة ما تنوصف. نادر شاه الإيراني ذاك الوقت كان لهم عصر ذهبي، عصر الهيمنة يسموه، مهيمنين على العالم كله. هذا هو بلاد فارس، العصر الهيمنة. هذا البناء اللي جاي تشوفه قدامكم هو بناء على شكل خيمة، لأنه نادر شاه في ذاك الوقت مات في خيمة، تمثالا لمكان استشهاده أو مكان موته، سووا له خيمة هنا بس بالحجر. هذا تقدير لجهدي وتعبي. هذا هو درع 100,000. الأجواء لطيفة حاليا في مشهد، عاصفة ترابية، لكن أنا أحب هاي الأجواء. راح أفتح هذا الدرع أشوف أنا وياكم لأول مرة. يلا والله متوتر شوية بس يرا. خليني أقرأ ايش مكتوب. هل ذكرى المشترك الأول في قناتك مطبوعة في ذاكرتك؟ أو المشترك رقم 100 أو المشترك رقم 1000؟ لابد أن الإجابة هي نعم، ونحن على ثقة بأن ذكرى 100,000 ستكون أيضا مطبوعة في ذاكرتك. هاي رسالة يوتيوب إلي. الله، درع الإنجاز، درع 100,000 إنسان، درع 100,000 مشترك على قناتي في اليوتيوب. هاي من أجمل اللحظات اللي أعيشها بحياتي بصراحة. كنت منتظر هاللحظة، ومنتظر لحظة 1,000,000، ومنتظر لحظة 10 ملايين، كلها أنا انتظرها. إن شاء الله بدعمكم وتحفيزكم أقدر أوصل. خلي أفتحها. الله الله. طبعا أفرح لأنه هذا أنا كنت منتظره. تمنوا لي الخير، ادعوا لي بالتوفيق، دعموني، اشتركوا بالقناة،
حتى اقدر انه اوثق لكم واصور لكم واصنع محتوى مثالي، محتوى ما مطروق، ما موجود هوايه بقناه اليوتيوب. احاول قدر المستطاع انه انتج اشياء ان شاء الله بالمستقبل بعيده كل البعد عن نظراتكم ومرآكم، ما شايفيها انتم. كون طموحي انه اوصل على مستوى العرب مو على مستوى العراق وبس. تذكروا زين من اليوم ورايح اوعدكم وعد ما اعوف الموضوع الا اوصل 10 ملايين على اليوتيوب. ايش قد راح ياخذ مني؟ 10 سنوات، 20 سنه، المهم بيوم من الايام راح اوصل. اني ثاق بالله سبحانه وتعالى وثاق بنفسي. هذا الدرع مو مجرد رقم بالنسبه لي، لان اعرف ايش قد تعبت حتى اوصل لهنا. كل شخص دعمني حتى لو بكلمه وحكايه بسيطه هو جزء من هذا الوصول، هو جزء من وصولي لمحطه معينه. فانتوا الكم كل الفضل لوصولي لمحطات معينه في حياتي، في الانستغرام، بالتيك توك او باليوتيوب. دائما خلوا ثقتكم في الله سبحانه وتعالى كلش عاليه. خلوا عندكم ثقه بنفسكم، لا تخلي طموحك رتشيج. دائما اضرب بالعالي، تريد الافضل، تريد نمبر 1 تكون، دائما كون الاول. لو تكون قدها لو تطلع من عدها. شكرا لكم متابعيني، فالقادم افضل. هسه صار طريقي نحو المليون، هدفي انه اوصل مليون.